السلام عليكم، كي داير؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. دائما مع الجديد. اليوم جبت لكم مركز الخوخ اللي تخدموا به عصير جا ما شاء الله ولا اروع. نقولوا بسم الله، نروحوا المقادير وطريقه التحضير. انا عندي كيلو خوخ بعد ما غسلته مليح كما راكم تشوفوا. دوكا نقطعوا شرائح باش ندير من هذيك العلفه. جا مركز ما شاء الله ولا اروع. لازم تجربوا هذه الوصفه مع هذا الحر وهذه السخانه. توجدي عصير في الدار ما شاء الله. نقشر الخوخ نتاعي كما راكم تشوفوا باش ندير من هذيك العلفه. قطعته شرائح. هنا عندي كيلو خوخ بهاد الطريقة كما راكم تشوفوا. بعد ما كملت كاع الكمية اللي عندي، انا جبت طنجرة نحط فيها ديك الكمية تاع الخوخ. لكم كيلو تاع الخوخ. هنا عندي رطل تاع السكر، كيلو خوخ رطل سكر باش نخدمو هاد المركز يجي ما شاء الله. بهاد الطريقة. عندي حبة تاع ليمون، عندك حبة ولا جوج كيما تحبي. اللي يحب شوية القروصة يدير شي حبات، انا درت غير حبة. كانت عندي حبة درت حبة كما راكم تشوفوا. دوكا نخلطو هاد الخليط، نخلط السكر مع الخوخ ديك حبة تاع القارص. نخلطو مليح. أنا عندي كاس ما كيما راكم تشوفوا، عندي كاس ما نخلط مليح باش يذوب لي السكر. نغطيه ونخليه مرة على مرة، نبدا نحرك فيه باش يذوب لي داك السكر. نخلوه واحد نص ساعة ولا ساعة حتى يذوب السكر عاد باش نديروه يطيب فوق النار. كيما راكم تشوفوا مرة على مرة نخلطه باش يذوب لي السكر. هاد المركز جا ما شاء الله، نتمنى تجربوا. الا ما جربتوش هاد الوصفة راكم رطيتم، يجي ولا أروع. كيما راكم تشوفوا مرة مرة نخلطه باش يذوب لي السكر. هنا بعد ما ذوب السكر نحطوه فوق النار. هنا بعد ما بدا يغلي لي الخوخ نتاعي نقلع ديك الرغوه كما راكم تشوفوا باش ما تفسدناش المركز نتاعنا. لازم نقلعوا ديك الرغوه كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نقلعوا كاع ديك الرغوه اللي طلعت من الفوق. يجي ما شاء الله. هذا المركز لازم تجربوه، منعش ولا اروع. كما راكم تشوفوا كاع بعد ما قلعت كاع ديك الرغوه بهذه الطريقه. نخلو المركز نتاعنا يكمل الطياب نتاعو. نقصوا النار ونخلوه يطيب. كما راكم تشوفوا المركز تاعنا راه بدا يطيب. نشوفوا داك السيرو عقاد نطفو عليه باش نرحيوه ان شاء الله. كما راكم تشوفوا المركز تاعي بعد ما طاب. دوكا نرحيه بالبرا، هو سخون نرحوه مليح بهاد الطريقه كما راكم تشوفوا. بهاد الطريقه نرحوه مليح نتحصلوا على مركز ما شاء الله. دوكا نخليه يبرد باش نديره في العلبه ندخلوها الكونجيلاتور. جا ما شاء الله ولا اروع. نخليه يبرد باش نديروه في العلبه. هنا بعد ما برد المركز نتاعي دوكا نديرها في العلبه اللي ندخلوها الكونجيلاتور. شوفوا جا ما شاء الله واحد المذاق ولا اروع. ريحه الخوخ ما شاء الله. بهاد الطريقه دوكا نديرها في العلبه ندخلوها الكونجيلاتور ليله كامله. كما راكم تشوفوا بعد ما فات ليله كامله على المركز تاعي ني خرجته. دوك نوريكم القوام كيفاش يجي. ما يجيش جامد، يجي هكا معلك. ما قلت لكم ليله كامله في الكونجيلاتور. نجيب الكؤوس اللي نحط فيهم العصير نتاعي. نجيب ورقه تاع النعناع مع الخوخ يجي ما شاء الله، يجي منعش ولا اروع. انا كرازيت ورقه النعناع كما يديروا في المطاعم، كرازيتهم باش يلقوا ديك البنه تاع النعناع بهاد الطريقه. نحط كميه تاع المركز. انا نقول لكم المركز هنا ما يجيش جامد، يجي كيما راكم تشوفوا هكا معلك، ما يجيش جامد. انا نحط الكميه اللي نسحقها ونعاود نرد البواطه في الكونجيلاتور. انا حطيت هذا كلاصون بهاد الطريقه. دوكا ندير الكميه تاع الماء يكون الماء بارد ونخلطوا العصير تاعنا يكون واجد. يجي ما شاء الله يحمر لك وجهك مع ضيافك. الا جاوك غفله يكون عندك مركز في الدار تخدمي لهم العصير تعطيهم يبردوا يجي ما شاء الله. وصفه اقتصاديه سهله وبسيطه بمقادير بسيطه.
نتمنى تجربوا هاد العصير وشهيناكم في الجنة، ما تنساوناش بشي تعليق زوين، وجربوا الوصفة وردوا عليا. شهيناكم في الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.